ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاسبوع التاني من رمضان خطفنا نفسنا كده ونزلنا الشرقيه صد رد كده. مش عايزه اقول لكم على التعب اللي شفناه لعند دلوقتي. احنا دلوقتي في الاسبوع الاخير من رمضان، وعلى التعب اللي شفناه بس عشان رحنا ورجعنا صد رد. المشوار كان متعب جدا واحنا صايمين، وخصوصا ان احنا وقفنا على الدائري ساعتين كاملين قبل المغرب. مجرد ما المغرب ادن خلاص الحمد لله معظم العربيات ركنت عشان تفطر، والطريق كان فاضي الحمد لله. فقلت اصور لكم الاجواء كده واحنا رايحين. حبيت بصراحه ان انتوا تشوفوا الاجواء وتشوفوا الطريق وتشوفوا المعاناه اللي بنشوفها واحنا رايحين واحنا راجعين. فدلوقتي خلاص احنا دلوقتي انطلقنا من زايد خلاص. فقلنا بما اننا هنفطر بره، على فكره دي جامعه القاهره فرع الشيخ زايد اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي، وقريبه من هايبر. فقلنا بما اننا هنفطر في الطريق فهنعدي بقى على هايبر نجيب عيش سخن بقى ناكل واحنا ماشيين. وانا كنت مجهزه شويه حاجات كده اخدتها من البيت نفطر في الطريق، بما ان كده كده المغرب جدا يعني. احنا خارجين من البيت الساعه 4 وصلنا البيت الساعه 12. دلوقتي دخلنا على هايبر اهو. مجرد انتوا ما تخشوا الباركنج كده تطلعوا من الباركنج على طول ماشيين هتلاقوا هايبر بقى عارض كنافه وقطايف وحاجات كتير قوي معموله لسه طازه، وعيش بقى متسخن معمول في الفرن نفسه يعني لسه طالع من الفرن. فانتوا هتشوفوا دلوقتي. عايزه اعيش من ده. خدنا منه امبارح كان تحفه. الله يهنيك. في الوقت ده كنا اخدنا العيش بقى وخلاص سايبين هايبر وماشيين. فقلنا نمشي بقى في الطريق. فحبيت اوريكم مسجد الشرطه اللي كل الناس اللي هي المهمه قوي والممثلين والناس الكبيره دي بتعمل المآتم والافراح بتاعتها في المكان ده. اكيد كلكم شايفينه قبل كده. وده بقى الطريق خلاص اهوت. وده المونوريل اللي من يوم ما جينا هم لسه بيعملوا، لسه ما خلصش، مش عارفين هيخلص امتى. واللي على اليمين دي نيو جيزه اللي لسه ان شاء الله هتتعمر وتتبني يعني. وده كمان كان وقت الغروب كده. حبيت اصور لكم شوفوا الطريق عامل ازاي. هنا بقى كان الليل اسدل ستاير. ده الاكل اللي احنا بناكله ده عيش خير. كان فطار بسيط جدا، جبنه بيضاء وجبنه رومي ومخلل وطماطم وعيش بقى من بتاع هايبر. ده لوحده حكايه يا جماعه، يتاكل حاف اصلا. وكان ادونا ميه واحنا ماشيين في الطريق، ربنا يبارك لهم يا رب. وده موز كنت جايبه من عندي من البيت. وبما اننا خارجين بقى من طريق المنصوره وراجعين من طريق المنصوره فقلنا خلاص نعدي على بعض بقى نحلي ونجيب ايس كريم. بصوا انتوا مجرد اصلا ما توصلوا هتشموا ريحه جميله، مش هتحبوا تمشوا من المكان ده من الروائح الجميله. كل حاجه ريحتها حلوه، تشموا ريحه الخير كده وانتوا واقفين. ما شاء الله اللهم بارك. ابو عادل ده لا غبار عليه، ما شاء الله ما شاء الله، كل حاجه عنده تحفه.
ما شاء الله اللهم بارك. دلوقتي هاخدكم جوله جوه بقى. ماشي. المكان بتاعه في الإباب مركز كرمس. كنا دلوقتي بقى سايبين ابو عادل ماشيين اهو على الطريق، وانا قلبي بيتقطع، عايزه افضل يعني عايزه اعبي الروائح بتاعتي دي برفانات واخدها اعبيها في ازايز وارشها على نفسي كده برفانات كل ما اجوع عشان مش شويه. دلوقتي بقى كنا وصلنا محل بورما اللي انا قلت لكم عليه في الكرمس، اللي انا قلت لكم ان انا بجيب كنافه اللي بعملها في البيت منه. فدلوقتي هتشوفوها معايا، احلى كنافه وانضف كنافه وما شاء الله عليها، بس بتتاكل كده من غير ما تتعمل اصلا. لا ما تصورنيش. لا هصور. دي كنافه بالميه ودي كنافه باللبن، طعمها تحفه. بصوا الدنيا دي كمان اكلها. انت مش عاوز تصور ليه؟ انا بتطلع ترند. لا انا هطلعك ترند ان شاء الله. ده انا بقالي سنتين عماله بقول لهم ايه، هاتوا كنافه من بورما، هاتوا كنافه من بورما. ماشي شكرا. ودلوقتي بقى كنا خلاص وصلنا طلعة البطيخ، وعجبني قوي شكل المساجد والمآذن وهي ما شاء الله متزينه عشان دخول رمضان. مجرد ما وصلت المكان ده شميت ريحه الخير، ريحه الجمال، ريحه الطبيعه، ما شاء الله اللهم بارك. حبيت اسمع بس الاجواء دي يا رب تنول على اعتابكم. شايفين الجمال؟ حسيت بالاطمئنان يا جماعه والله مجرد ما وصلت. المكان وحشني قوي. بس كده يا حلوين، باي باي، كل سنه وانتم طيبين.